أشهر وأقدم ملاهي في العالم اللي استوحى منها والت ديزني لاند موجودة فين؟ في آخر الدنيا كوبنهاجن، واتسمت على اسم حدائق موجودة في باريس، اتسمت على اسم مدينة موجودة جنب روما. أنا في تيفولي. إيه الحكاية دي؟ تعالوا أحكي لكم الحكاية مع دولة. دي أشهر أميوزمنت بارك في العالم، وممكن تكون أقدم واحدة في العالم، اسمها تيفولي من 1800 وشوية. ملاهي وثيمد بارك بيحتفلوا بيها في الكريسماس وعامل فيها أعياد، فدي اللي استوحى منها ديزني لاند أصلا. فيها رايدز قديمة، لعب قطر موت من 1800 وشوية، وبتحتفل طبعا بالهالوين عشان احنا في أكتوبر، وأكتوبر ده شهر اللي بيحتفلوا بيه في عيد الهلع. يمي القاعة بتاعت تيفولي او 20 يورو 21 يورو حاجه كده، ده الدخول بس من غير العاب. عايز تلعب هتدفع عليهم 25 يورو كمان، يعني بتاع حسبة 50 يورو تخش تقضي اليوم جوه. قطر الموت بقى والصاروخ وكل الحاجات الحلوه بتاعتنا. شايفين الصاروخ اللي جوه؟ كان جامد جدا. اللي بيحب الالعاب والحاجات دي انصحه يجربه. انا ما اعتقدش ان هيبقى عندي وقت اجربه، لان انا يعني اون اشورت تيرم فيزيت، بس في وقت اخر هبقى حابب اجربه الصراحه.